حضرتك رايك ايه في فتوى احد شيوخ السلفيه بان الراجل الوسيم يجب ان يرتدي النقاب؟ امال الست هتلبس ايه؟ راي حضرتك ايه؟ يعني متخيله ان زوجك مثلا يرتدي نقاب، رايك ايه في ده؟ رأيي ان الحاجة دي اساسا ما اتذكرتش في اي يعني ولا الانجيل ولا في القرآن، يعني ده مجرد فتوى زي ما حضرتك بتقولي. طيب الفتوى مالهاش اصل في الشرع. طبعا. تمام. طب ايه اللي انت تحبي تقوليه على فتوى زي دي؟ هم مش لاقيين حاجة يعملوها. رايك ايه في فتوى احد شيوخ السلفيه ان الراجل وسيم يجب ان يرتدي نقاب؟ انا والله شايف ان الكلام دوت كلام ملوش اساس من الواقع، وان ده كلام يعني زي فتوى بتاعت يعني اللي قال الكلام دوت تصريح خاص بيه هو، مش ملزم لكل الناس، يعني زي اللي قال ان هو هيهد الاهرامات، ده رايه بس خلاص، مجرد راي وليس فتوى لها لا اصل في الشرع. طبعا هو الراجل يلبس نقاب، امال الست تلبس ايه؟ ما هو عشان فقر. اتفضل حضرتك، رايك ايه في فتوى احد شيوخ الجماعه السلفيه بان الراجل الوسيم يجب ان يرتدي نقاب؟ والله رايي ان هي دي ما ينفعش تبقى فتوى خالص اصلا، ولا ينفع ان هي تبقى راي لاي بني ادم، لان ما اتذكرتش في اي حاجه، ولا حديث قال كده ولا قران قال كده، فدي ما ينفعش ان هو ده شيء خاص بيه هو، ما ينفعش، فاحنا مش شفناهوش برضه. يعني في اعتقادك انا لو شفته هضربه. في اعتقادك الشخصي ان هي مجرد راي وليست فتوى لها علاقه بالشرع؟ طبعا، ولو شفته هضربه. طب انت تخيل كده لو راجل ارتدى نقاب، يعني ايه التصرف او ايه الوضع؟ لما احنا الستات عندنا ما بتلبسش نقاب، الرجاله هتلبس. هل ينفع الراجل اللي هو يلبس نقاب ولا يلبس نقاب؟ يعني ايه راجل يلبس نقاب؟ البرنامج ده اتعمل عشان يرد على الاخ السفيه اللي غلط في الناس الاسلاميين، وقال له انت حلاوتك دي تستاهل انك تلبس نقاب لانك مفتن. تمام. عشان يرد عليه، ده رد على رد، ما نقعدش احنا بقى نخلط الدنيا في بعضها ونقول النقاب اللي هيبقى للرجاله، والراجل الحلو يلبس نقاب والراجل الوحش يمشي عريان في الشارع. بس ادي ده هو ده. اتفضل يا بابا، راي حضرتك ايه في الفتوى بتاعت احد شيوخ الجماعه السلفيه حتى لو كان بيسخر من شخص ان الراجل يرتدي نقاب؟ سيدنا يوسف يلبس نقاب كان احلى واحد، ما كانش فيه نقاب في الوقت. طب تردي ايه رد حضرتك على هذا الشيخ صاحب ما فيش يعني كل واحد بيعمل فتوى والكلام ده، يبتدوا يشتغلوا احسن، يركزوا نفسهم على الشغل، ما يركزش نفسه على الفتوى والجمال والكلام ده. اهم حاجه نشتغل ونبني البلد.